فدائي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أول الصبيان إسلاما، ثالث المسلمين، الأديب المفوه البليغ الذي قال: محمد النبي أخي وصهري، وحمزة سيد الشهداء عمي، وجعفر الذي يضحي ويمسي يطير مع الملائكة ابن أمي، وبنت محمد سكني وعرسي، مشوب لحمها بدمي ولحمي، وسبط أحمد ولدايا منها، فمن منكم له سهم كسهمي، سبقتكم إلى الإسلام طرا غلاما ما بلغت أوان حلمي، أنا البطل الذي لن تنكروه ليوم كريهة وليوم سلمي، إنه أبو تراب أسد الله الغالب، أبو الحسن علي بن أبي طالب الهاشمي القرشي. هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصهره. جمع هذا الصحابي الجليل من شتى الفضائل ما يصعب أن تجتمع في رجل واحد، من الشجاعة والتضحية والقوة والعلم والحكمة والفطنة والعبادة والزهد والعفة. ولا عجب في ذلك إذا كانت المدرسة مدرسة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولد رضي الله عنه قبل البعثة ب10 سنوات تقريبا، أسلم وكتم الإسلام عن أبيه، واستمر على هذا الأمر حتى علم أباه بأمره وأمره بالثبات واتباع ابن عمه محمد. ومرت سنوات حتى شب علي وبلغ 20 أو يزيد قليلا، ثم عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الهجرة. وفي اليوم الذي نوى فيه النبي الهجرة إلى يثرب نام على مكانه في فراشه، فالتحف بردة الرسول صلى الله عليه وسلم ونام مكانه، على الرغم من أنه يدرك بأن الفعل انتحاري. وكاد الكفار أن يقتلوا عليا ظنا منهم أنه النبي صلى الله عليه وسلم. ولما وجدوه علي اشتد غضبهم، لكن لم يصيبوه بمكروه، فخرج بعد ذلك متتبعا طريق النبي إلى المدينة. ففي غزوة بدر هزم علي الوليد بن عتبة، وقتل ما يزيد عن 20 من المشركين في هذه الغزوة. وفي غزوة أحد قتل طلحة بن عبد العزة حامل لواء قريش في المعركة، وأرسله محمد إلى قرية فتك بخيبر، فأخذها في السنة 6 هجرية. وفي غزوة الأحزاب قتل عمرو بن ود العامري أحد فرسان العرب، بعد أن صال وجال وتفاخر عمرو ببطولته أمام المسلمين، فحث الإمام علي رسول الله أن يأذن له بمبارزته إياه، فأذن النبي لعلي بالمبارزة، وأعطى له سيفه الشهير ذا الفقار، وألبسه درعه وعممه بعمامته، فقام علي بعرض الإسلام عليه قبل القتال فأبى، فاقتحم عن فرسه فعقره، وسل سيفه كأنه شعلة نار، وأقبل عمرو مهاجما عليا، فصده برباطة جأش وأرداه قتيلا، فعلى التكبير والتهليل في صفوف المسلمين. وفي خيبر حاصر المسلمون خيبر أياما عديدة، ولما كان اليوم السابق لفتحها والدخول فيها قام الرسول صلى الله عليه وسلم خطيبا في المسلمين فقال: لأعطين هذه الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال: فبات الناس يدكون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ وأعطى الرسول الراية لعلي رضي الله عنه، فقاد المسلمين في فتح خيبر، وبدأ بالهجوم على الحصن الذي يسمى ناعم، وهو المكان الاستراتيجي الذي يعتبره اليهود حصنهم الدفاعي الأول، وطلب منهم أن يسلموا، إلى أنهم رفضوا ذلك. وطلب قائد اليهود مرحب المبارزة من المسلمين، فقاتله الصحابي عمرو بن الأكوع فاستشهد، ثم تبارز مرحب هو وعلي، فقتله علي رضي الله عنه. وشهد الإمام علي بن أبي طالب جميع الغزوات مع الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، إلا غزوة تبوك التي خلفه فيها رسول الله على المدينة وعلى عياله بعده، وقال له: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي.
اغتيل علي بن أبي طالب على يد أحد الخوارج يدعى عبد الرحمن بن ملجم في رمضان من سنة 40 هجري بالمسجد الكبير بالكوفة. نعم، إنه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، من بين الرجال الذين قضى الله على أيديهم على الجهل والطغيان ودونوا نصرة الدين في التاريخ الإسلامي. انتظرونا مع رجل آخر من رجال صدقوا وما حققوه من بطولات لا تتبادر إلى مخيلة الأذهان اليوم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.